السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير ويوصلكم هذا الفيديو نتوما في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم باش نقدموا معكم واحد غريبة تجي رائعة في المنظر والمذاق. الشكل ديالها الصراحة يجي راقي ومزيون. اهم حاجة انها تجي مفقعة وجوج شكيلات ديال غريبة غير معجينة وحدة باش نوجدوا غريبة بالشوكولات وغريبة العادية اللي انغيو كاملين غريبة بسميدة والكوك. فان شاء الله ما نطولش عليكم، نمشيو المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير أنا هنايا عندي العبار بزلافة، فأنا عندي زلافة الزيت وزلافة السكر. بنفس الزلافة نعبرو زلافة البيض اللي هما جونا 5 البيضات يكون الحجم ديالهم كبير. غنضيف عليهم واحد الساشية الفاني ومعلقة كبيرة ونص د الكوفيتير. الكوفيتير يكون د المشماش، هذاك الكوفيتير اللي كيكون خفيف ولا اللي كيسموه الكوفيتير د النشا. صافي بعد غنخلطو هاد المكونات هادي مزيان حتى يندمجوا لنا هاد المكونات مع بعضهم كاملين، ونحاولوا اننا ندلكو مزيان باش هذاك السكر يذوب بحال هاد الشكل. منين يذوب لنا هذاك السكر نحصلوا على واحد ما كيبقاش اللون ديالو صفر، كيولي بيض شويه باش نقيو عليه زلافات كعمره مزيان الكوك. بالنسبه للكوك حاولوا انكم تختاروا هذاك الكوك ميدم يعطي نتيجه احسن. وفاش تكبوا الكوك ضروري انكم تخلطوا مزيان وتبقاو كدلكوا واحد المده تقريبا واحد 3 دقائق وانتم ادلكوا هذا الكوك باش يتشرب مزيان هذوك السوائل. باش منين تزيدوا سميده تزيدوا غير شويه، ما تزيدوش كميه كبيره. من بعد هنا باش نضيفوا كاس د الطحين يكون عامر، نضيفوا هذاك الكاس د الطحين ونكملوا عاوتاني في التحراك مزيان. من بعد ان شاء الله باش نضيفوا السميده. بالنسبه للسميده هنايا فانا باش نقيها على دفعات. في البدايه عندي زلافه سميده كما قلت لكم عامره. انا هنا ما عنديش صراحه الله الميزان، داكشي علاش ما عبرش عبرت لكم غير بزلافه. وقيت معاها زوج ساشيات الخميره د الحلوى. بالنسبه لهاد الزلافه انا ما قيتهاش كامله، قيت غير النص ديالها. من بعد غنبدا نخلط مزيان وكما قلت لكم اتحركوا مزيان بين كل مرحله ومرحله. حركوا مزيان باش الا كانت هذيك السميده كتشرب مزيان يقدر دغيا هاد الخليط يقصح معاكم. فشوفوا معايا من بعد ما لقيت ديك السميده ما جمعش ليا، انا غنزيد الكميه اللي بقات لي ان شاء الله كامله ونكمل في التحراك كما كتشوفوا بحال هذا الشكل. ضروري ما تخلطوا مزيان بين كل مرحله ومرحله باش الا كانت كما قلت سميده تشرب ما يقصح لكمش، وهنا الا قصحت لكم تقدر تجي لكم في الماكله ديالها قاصحه وكذلك ما تفقعش لكم ملي تلقاوها في الفران. صافي بحال هادشكل ملي كتحصلوا عليها بحال هادشكل العجين ديالكم كتعجنوه وكتدلكوه. انا لقيت انه مازال خصو صراحه الله السميده، فتقريبا هكا ضفت واحد الكاس السميده وكملت حتى جمعت هاد العجينه اللي عندي. في البدايه انا ما بغيتش نقصحها من الاول، فهنا الا لاحظتوا معايا انا لقيت هنا كاس عفوا زلافه ونص السميده، ولا تقريبا هكا زلافه وكاس. قبل ما نجمع هاد الخليط هذا فانا كيف قلت لكم نقي جوج ديال الشكيلات، شكل واحد بنقيه بالشوكولاط وشكل واحد بنخليه بحال هكا. فبالنسبه اللي بنقيه بالشوكولاط فانا حيدت وقيته هكا فهاد فانا خليته جانبا في هذا الاناء هذا. ومن بعد بالنسبه للكميه اللي بقات غنضيف عليها كاس السميده بحال هاد الشكل، ونحاول ان هاد السميده ندخلها مزيان غير بشويه وانتم كتعجنوا وتضيفوا شويه بشويه. فانا ضاف لي معايا هنا كما قلت لكم كاس صغير السميده. فهنا واحد الملاحظه، هذاك الكاس الطحين اللي قيناه ممكن انكم تعوضوه وتقيوه كامل السميده. اللي ما بغاش يقي الطحين ولكن الوصفه فيها كاس الطحين وهاد الكميه هذه اللي عطاتكم مضبوطه، الا لقيتوها بهذه الطريقه هذه فانا متاكده بان بتنجح معكم 100%. صافي بحال هادشكل من بعد ما كملت الجميع ديالها وكما كتشوفوا خلط مزيان. اهم حاجه هي هذه وانكم تخلطوا مزيان. صافي من بعد باش نجمعوها جانبان نغطيوها بواحد بلاستيكه نخليوها. كاين اللي يجمعها ويقيها في شي اناء داخل الثلاجه، حنا خليناها يعني برا الثلاجه غير محطوطه بينما الفران شعلناه والفران تكون سخونه مزيان. دابا فقد ما الفران كانت سخونه مزيان قد ما هاد غريبه غتجي معكم ناجحه من اول تجربه ان شاء الله. نتوما فقط تبعوا معايا هاد الطريقه هذه اللي حطيت لكم انا، واخا ما تكون عمرك ما قيت غريبه فهذه ان شاء الله غادي تنجح معك. بالنسبه لنا فاش نقيو غريبه هاد الكميه هذه فاش نقيو الشوكولات فضروري تضيفوا معاه شي منكه، اما تضيفوا معاه القهوه، اما تضيفوا معاه نكهه الكراميل، تضيفوا معاه الفلوط الشوكولاته هو اللي كان متواجد ممكن انكم تضيفوه، ولا كذلك تكتفوا غير بالفلوط الكراميل.
بالنسبة هنايا كما شفتوا فأنا ضفت 2 معالق كبارين ديال الكاكاو مر. أهم حاجة يكون الكاكاو مر كيعطي اللون ديالو غامق مزيان. هنا باش ضفت معاه واحد الفلو يكون د الكراميل، فهو يعطي واحد النكهة غزالة بزاف لهاد الغريبة هادي. ضفت من بعد معاهم هنا من بعد ما عجنتهم مزيان لقيت انه مازال مطلوق شويه، فانا ضفت معلقه كبيره سميده كما شفتوا معايا. غير ضفت هذيك المعلقه السميده، حركت شويه بيدي، من بعد كما كتشوفوا جمع معايا الخليط بحال هذا الشكل. من بعد بالنسبه لهاد الخليط هذا فكنبدا به هو الاول، لان حتى الكاكاو مر فاش كتخليوه يرتاح مزيان حتى هو كيزيد بحال اللي كيعاون ان هاد الغريبه هذه تجمع راسها. فهنا صافي عندي هنا سكر كلاصي. بالنسبه للسكر كلاصي انا ما عنديش سبيسيال، عندي غير سكر كلاصي العادي. اللاطه كذلك عندي لاطه مدهونه غير بشويه الزيت ورشيت فيها شويه طحين. داكشي علاش غتلاحظوا معايا انني ما غنخشيش ليهم نخشيش هاد العجينه كامله في السكر كلاصي غير من الفوق، حيت بيلصق لي، حيت ما عنديش ورق الزبده باش نقي فيها هاد الغريبه هادي. داكشي علاش كما كتشوفوا فانا نحطها غير من الفوق وندورها مزيان في سكر كلاصي. كما قلت لكم سكر كلاصي هذا راه عادي ماشي سبيسيال، والطريقه الطيب ديالها هي بتحكموا باش تشقق لكم وما يتحرقش. صافي بحال هالشكل كما كتشوفوا. انا كما سبق لي قلت لكم الفران عندي مشعوله وسخونه مزيان، شعلتها في البدايه فهي كتكون جاهده. صافي من بعد باش نجيبو هنا التزيين عندي طرف الكركاع، ممكن تقيو كركاع، ممكن تقيو لوزه، ممكن تقيو كاوكاو، ولا ما تقيو والو تخليوهم بحال هكا. ممكن كذلك تقيو فيهم حفيره الوسط او تقيو فيهم فرامبواز، يعني اي حاجه بغيتو نتوما لكم الاختيار انكم تزينوا بها. صافي بحال هادشكل نكمل الكميه اللي عندي كلها، ومن بعد ان شاء الله باش نخشيها في الفران. نخشيها من التحت، الفران سخونه مزيان. الفران في البدايه كتكون مجهده، غير كتخرجوها فيها كتنقصوها مهيله وتسدوا عليها ما كملش تقريبا 5 دقائق، فهي ما شاء الله كتفكع. من بعد طلعوها الفوق دغيا غير كتفكع، طلعوها الفوق كتشد راسها. من بعد كتحيدوها من الفران تقريبا، يعني الطياب ديالها ما كملش حتى شي 7 دقائق في الفران، فهي ما شاء الله دغيا كتفكع ودغيا كطيب. والسر في ذلك هو ان الفران كيكون في البدايه سخون مزيان، داكشي علاش غير كتخشيوها فيه فهي ما شاء الله كتشقق وكتخرج بحال هذا الشكل. من بعد ان شاء الله غنمشيو للغربيه الثانيه اللي كما قلت لكم الغربيه اللي خليتها عاديه. هنا كذلك كيبقى لكم الاختيار، ممكن انكم تضيفوا لها كنكهه نكهه البرتقال ولا نكهه الليمون ولا قشره الليمون ولا قشره البرتقال، حتى هي صراحه تجي فيها مزيونه بزاف. نسيت ما قلت لكمش انني نستعين ضروري بالمزهر فاش تكوروا هاد الكويرات هادوبا. الحجم ديالهم نتوما تحكموا فيه. بعد ما نعمرهم مزيان بالسكر كلاصي فانا انبرك ليهم الفوق ديالهم، دخلهم للفران نفس الشيء كذلك غير يتفقعوا كتطلعوهم الفوق. صراحه انايا نسيتها في الفران تقريبا وصلت ليا شي 5 دقائق لتحت، فاش حليت الفران لقيتها تحمرات شويه، ولكن واخا هكاك المنظر ديالها جا غزال والسكر كلاصي فيها ما تحرقش، حيت البوطه كانت في البدايه سخونه مزيان. بعد غير لقيت فيها هاد الغريبه هادي نقصت لها البوطه، داكشي علاش كما كتشوفوا فهي تشقات كامله والسكر ما تحرقش، واخا ماشي سبيسيال هاد السكر هذا غير سكر عادي. من بعد كما قلت لكم ضروري انكم تخليوها حتى تبرد مزيان، ما تحيدوهاش من لاطا وهي سخونه، فانتوما تخليوها حتى تبرد تماما عاد من بعد باش تحيدوها من لاطا، حيت هي في البدايه كتكون معلكه مزيان، فغير نتوما كتبقاو تقيسوها فهي كتفرتت. داكشي علاش ضروري تخليوها حتى ان شاء الله تبرد لكم مزيان غادي تحيدوها من لاطا. فشوفوا معايا هنا ما شاء الله وحده كيف تبارك الله كيف اجي معلكه وهي طايبه من البر ومن الداخل وهي معلكه، تجي رائعه بزاف هاد غريبه. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ بها فانتوما لقيوها في شي بواطه تكون محكمه الغلق وتحطوها في شي اناء كما قلت لكم بواطه تكون بوحدها، يعني ما تخلطوش معها شي حلوه اخرى. الا خلطوا معها شي حلوه اخرى يعني مثلا خلطوا معها غير مثلا طريف الصابلي بيتوها لغد اللي مشيتو حليتو عليها تلقاوها يابسه. داكشي علاش ضروري هاد الحلوه تكون باحثه في شي بواطه محكمه الغلق فهي تبقى معكم واحد المده طويله. المذاق ديالها رائع والمنظر ديالها كذلك ما يتخسرش. نتمنى يا ربي ان هذا الفيديو يعجبكم انكم تجربوا هذه الوصفه، وإلا عجبتكم لا تنساوش تخليوا لايك وتعليق. مشاهده الفيديو كامل، ضغط على زر الجرس باش دائما يوصلكم كل جديد. شكرا بزاف في مشاهده الفيديو، بصحه والراحه.